ايه صوت الصريخ دي بس؟ انا مش فاهم حاجه. ده انا لسه جاي من غربه ومش عارف في ايه. اخويا يا اختي بضحك له. ربنا يستر ما تقولوش حاجه، لسه راجع من الغربه احسن ما يجرى له حاجه. سيبها على الله يا اسلام، هو كده كده هيعرف. الحمد لله على السلامه يا اخويا. الله يسلمك يا اختي. وبعدين بقول لك ايه صوت الصريخ دي؟ هو في ايه؟ مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه ازاي؟ انا لازم اعرف في ايه يا اخوي؟ في ايه يا مراتي؟ فهموني في ايه؟ الحمد لله على السلامه يا ابو العيال، تعال انت بس ارتاح من الغربه وبعدين انا فاهمك على كل حاجه. ارتاح ايه يعني؟ وانا من امتى شفت راحه؟ انا مش عايز ارتاح. فهموني في ايه؟ ما تقول لي يا اخوي، ولا انت كمان هتدار عني؟ ايه صوت الصريخ دي؟ قول لي يا اخوي. بص كده يا مرات اخويا، انا لازم اقول له على كل حاجه. بص كده يا ولد ابويا، انا عايزك تسمع لك احصاب. البقاء لله. بقى لله في مين؟ فهمني يا ولد ابوي في مين بالظبط؟ شد حالك يا ولد ابوي، ودي حاجه بتاعت ربنا. ولدك اتوفى. اللي انت بتقوله دي يا ولد ابوي؟ ده انا راجع من الغربه اعملها لكم مفاجاه ومش راضي اقول لحد اللي انا جاي. يعني انا لو ما جيتش ما كانش حد رن علي قال لي ولدك الله يرحمه. ده انا عمري كله في ولدي. ده انا متغرب عشان اخلي ولدي دي حاجه. ده انا ولدي جايب له كل حاجه نفسه فيه، هدومه وفلوسه وتليفوناته وكل حاجه نفسه فيها كنت هعملها له. بقى دي اغلى حاجه عندي يروح. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. انا خلاص اعز ما الاقي في الدنيا ضناي راح. ادعي له بالرحمه، وهو كان غالي عندي زي ما هو غالي عندك برضه، ودي حاجه مش بتدينا، دي حاجه بايدين ربنا. ما تزعلش نفسك يا ولد ابوي، وبعدين دي حاجه ولا بايدك ولا بايدك، الحاجه بتاعت ربنا، وربنا ما بيديش كل حاجه للبني ادم، لازم يديك حاجه وياخد منك حاجه. فادعي له بالرحمه وربنا يصبرك عليه يا رب. شد حيلك يا اخويا، بكره ربنا هيعوضك. يعني برضه عايزين تقنعوني؟ ربنا يعوضني ازاي؟ وخد مني اعز حاجه في الدنيا. طب ازاي؟ ازاي حته مني يروح؟ انا مش فاهم. ده اللي اتغربت بسببه وشربت الكتب بسببه يروح ازاي؟ انا مش مصدق نفسي لحد دلوقتي، وانتوا كلكم عايزين تقنعوني. اللي هو هيتعوض. ما قلناش حاجه، ربك عوض جوات، بس انا مش عارف ايه اللي حصل دي بس. ده ولد عز ملاها ناس. ده